السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف إزاي نزرع بذور الكاكا ده. زي ما أنتم شايفين شكل بذرة الكاكا أهي، لأن الصنف ده نادرا ما بنلاقي فيه بذور، فعشان كده ده البذرة كنت لقيتها في ثمرة قبل كده، فحبيت أحتفظ بيها ونتعلم إزاي نزرعها. عموما في بعض الأصناف بنلاقي فيه، يعني ديت بذرة صغيرة أهي. الصنف ده صنف مهجن مفيهوش بذور. البذرة دي طبعا ما تنفعش. بيبقى فيه في الجزء، في الفص الربع ده، كل ربع المفروض إن بعض الأصناف بيكون متاح فيها البذرة، لكن ده ما بيكونش فيه بذور. نادر ما لما بنلاقي فيه البذور، فحبيت أجيب لكم. لقيت البذرة فقلنا نزرعها. أول حاجة بنجيب البذرة بنغسلها، وطبعا لازم التربة تكون خالية من الشوائب ونضيفة. وننضف البذرة معانا اهيت، نشيل من عليها أي سائل، وبعد كده نزرعها. نشوف هنزرعها ازاي في التربة. تابعونا. جبنا لكم التربة معانا اهو، وده البذرة بعد ما جففناها من السائل اللي حواليها. لازم طبعا تتجفف كويس. بعد كده بنجيب تربة تكون خصبة، تربة غنية اهي. التربة معانا بنجيب البذرة وبنزرعها، يعني بصوا عشان برضو أقل من نص عقلة الصوابع، وبنحطها بالطريقة دي وبنغطي. بعد كده بيتم وضع المية بكمية كويسة أول مرة. بعد كده المية تكون كميات قليلة، مش لازم نكتر المية. عند وضع المية مش لازم بعد كده نكتر المية في الأول، بس عشان التربة بتكون جافة، فعشان التربة كلها تاخد الرطوبة المناسبة لها وللبذرة. الخطوة اللي بعد كده بقى دي مهمة جدا للبذرة ولأي بذر تاني، إن إحنا نغطيه بكيس أو بأي حاجة بلاستيك زي نظام صوبة مصغرة، عشان توفر الرطوبة وتبعد لو الجو ساقعة، فما تأثرش على البذرة وتديها سرعة في النمو. ده لو احنا زارعينه في فصل الخريف. أما لو زارعينه في فصل الربيع ممكن تتساب عادي.